احسن واسوأ ثلاث لعيبه في ماتش النهارده الريال مدريد، وخلينا نبتدي بالاسوأ المره دي. الصراحه في المركز الثالث انا كنت محتار، بس قلت احطه في المركز الثالث لان هو مش وحش للدرجه. يعني الشاب جارسيا هو كويس دفاعيا وبيعمل اللي عليه وبيزيد قدامه سريع، لكن غير فعال. يعني هو حرفيا المعنى الحرفي لديرجن ديرجن. ماليش دعوه، ما تدخلنيش في تفاصيل تانية، بس هو الواد قوي بدنيا، هو قصير شويه بس قوي بدنيا وبيجري حلو، لكن بيرفع اوفرات من غير ما يبص عليه. هو ديرجن ديرجن حرفيا. المركز الثاني للاسف من اللعيبه اللي انا بحبها في ريال مدريد، لكن عمل ماتش مش احسن حاجه ونزل الشوط الثاني. لعب فتره طويله بالمناسبه، لكن كان في كذا ميس باص وكان تايه في نص الملعب، ممكن برضه عشان بعيده عن الملاعب شويه، وهو كامافينجا. ان شاء الله يرجع من اصابه، كمل او ما كملش بقى، عشان في اخبار بتقول ان هو هيمشي من ريال مدريد الموسم اللي جاي. دي مش بتاعتنا دلوقتي خالص، خلينا في الموسم اللي احنا فيه. ان شاء الله من رجعته للاصابه رجله بس تمشي في الملعب كده ويبقى احسن بكتير. مش عارف، حاسس ان انا طولت ورغيت كتير، بس الفيديو ده مهم قوي الصراحه عشان محتاج اتكلم في تفاصيل كتير قوي. اسوأ لاعب في ريال مدريد النهارده من وجهه نظري، وهو الملك ابراهيم دياز. ابراهيم دياز اللي جاب ضربه جزاء وبتاعه كان حرك. كان حرك ده الشكل المظهر الخارجي مش اكتر. ابراهيم دياز هو اقل فاعليه من اردا جولير ومن فالفيردي، وما تقوليش كويس وعمل اللي عليه. لا يا معلم، لما يبقى اللي جنبك اردا جولير وفالفيردي فلازم تكون من نفس المستوى اللي هم فيه. ابراهيم دياز في اكتر من نص ساعه مثلا في الشوط الاول انا كنت حاسس ان احنا بنلعب ناقصين اصلا. ضعيف جدا بدنيا، اي تكاتف بيخسروا، اي واحد على واحد ما بيعرفش يعدي. هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيستلم وبيسلم بس. جاب لك ضربه جزاء من كوره، بس دي كوره وسط اكتر من كوره كانت ممكن تبقى اهم واخطر بكتير على الخصم. تبقى النتيجه ان هو يا بيرجع لورا يا بيضيع الكوره وبتقطع منه. ودخلت في ثلاث احسن لعيبه، فطبعا عمرك ما تقدر ما تحطش لونين النهارده، مش عشان بس هو حارس احتياطي ونزل انقذك في ماتش مهم، لكن عشان في تصديين الصراحه مهمين جدا كانوا يخشوا في اي حارس تاني وما تقدرش تلومه كمان. والجولين اللي دخلوا فيه ما يتلمش عليهم نهائي، واحد في الستة ياردة والتاني من شوطة عالمية من مولينا. تاني احسن لاعب في ريال مدريد ممكن احط لاعبين، عشان كارفاخال عمل وقت عالمي الصراحه لحد ما ارنولد نزل، كان عامل ماتش عظيم الصراحه، وفالفيردي نفس الكلام لحد قبل ما يطرد. احسن لاعب في ماتش النهارده ما اعتقدش ان هي فيها جدال، معلم فينيسيوس جونيور عمل ماتش ولا اروع. الشوط الاول وهو بيحاول وبيضغط وبيتحرك، وده على العكس العاده من فينيسيوس جونيور. الشوط الثاني اللي بقى فعال فيه اكتر على المرمى من الهدف اللي سجله وضربه الجزاء اللي رجعت لك الثقه في الماتش من تاني. انا من اكتر الناس اللي بتنتقد فينيسيوس جونيور بالمناسبه على مستواه الفتره الاخيره، بس من اكتر الناس اللي بحب فينيسيوس جونيور، وكان نفسي انه يرجع يستعيد مستواه من تاني. وانا بقول لك اهو، اللي عمله فينيسيوس جونيور النهارده ده ما يجيش حتى نص مستواه الحقيقي. فينيسيوس جونيور احسن من كده بكتير، وان شاء الله اللي جاي احسن.